تمرين قبل ولا بعد الفطار؟ واحد صايم عادي وبادئ يومه من بدري، واحد صايم برضه بس صاحي متاخر. اللي صاحي متاخر ده من الاخر يتمرن في اي وقت عادي، لو اتمرن قبل او بعد الفطار مفيش مشاكل، عشان هو بيكون عنده في الحالتين مراكز الجلايكوجين عاليه ولسه ما خلصتش. خلينا بقى في الشخص العادي اللي هو بيصحى بدري ويبدا يومه من بدري. انت اول ما بتصحى بيكون عندك مراكز الجلايكوجين عاليه وتقدر انك تعمل مجهود، ولسه مراكز الجلايكوجين عندك ما خلصتش، بس بعديها بوقت تكون مراكز الجلايكوجين عندك نزلت، وفي نفس الوقت بتكون الميه اللي في جسمك قلت. بتكون محتاج حاجتين، بتكون محتاج مراكز طاقه وبتكون محتاج ميه. فاحسن وقت لو انت هتشيل اوزان يستحسن انك تتمرن بعد الفطار بساعتين او 3 عشان تكون مراكز الطاقه عاليه. في حاله الكارديو اذا كنت انت عايز تنزل دهون من جسمك فيستحسن يكون قبل الفطار. ليه قبل الفطار؟ عشان حاجتين، اول حاجه منهم بتكون مش عندك مراكز طاقه والجسم بيبدا يسحب من مراكز الدهون اللي في جسمك. تاني حاجة عندك الجي اتش في اعلى حالات، بيكون عندك الانسولين منخفض جدا، فانتاجك للعضلات والخسسان لجسمك بيكون عالي جدا. بس كده يا سيدي، هو ده الرد على